السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. النهاردة يا جماعة هنتكلم عن توصية جديدة من توصيات رامبل التابعة لمنصة ساندر لتداول الأوراق المالية. هنتكلم النهاردة يا جماعة عن سهم نهر الخير للتنمية والاستثمار الزراعي والخدمات البيئية. رمز السهم KRDI. طبعا السهم ده يا جماعة يعني كان من سنة 23 أو في أواخر سنة 23 وبداية سنة 24 كان عامل خسارة يعني تصل ل70 و75%. طبعا سهم كان في أرقام عالية جدا جدا جدا، وكان الناس كلها حاطة آمال عليه، ولكن للأسف هبط هبوط شديد جدا، وكل اللي دخلوا فيه ندموا. عامل زي سهم كده سيتي لاب. فطبعا نهر الخير من الأسهم اللي إن لو حبينا نتعامل معاه ونخش فيه نتعامل بحذر شديد، لأنه يعني خدع الناس أكتر من مرة، ووصل لأرقام المفترض إن هو يعني يتصاعد من بعدها ويحقق ارتفاعات، ولكن للأسف عمل أرقام هبوط شديدة. ويعني هو بيتأرجح، هنتكلم عنه بالتفصيل دلوقتي، بس احنا حبينا بس ننوه في البداية. السهم طبعا ب599 قرش، نطاق الشراء بتاعه إلى 629 قرش. السعر المستهدف جنيه، يعني تقريبا 65% زي ما هم قايلين. طبعا هنخش على التوصية وهنشوفها. هو بيحمل بس ثواني. هو كان لسه داخل معايا من شوية، للأسف خرج. فهنبدأ بس نوقف الفيديو وهنستكمل بعدين. وهنا يا جماعة دخلنا على التوصية. طبعا التوصية اللي أصدرها أحمد الحفناوي، أصدرها بتاريخ 8 إبريل 2025. طبعا ده صادر في يوم الأربعاء على ما أعتقد، يعني الأربعاء. السعر المستهدف جنيه. الأداء منذ إصدار التوصية جنيه 5 و1%، 1.5% تقريبا. السعر الحالي 615 قرش. السعر عند التوصية 605 قرش. طبعا يا جماعة أنا بتكلم هنا، ويعني السهم ده التعامل فيه بحذر. هنخش دلوقتي على السهم وهوريكوا السهم الشرط بتاعه عامل ازاي. طبعا هنا يا جماعة هو زي ما احنا شايفين كده ورسمين ان هو في زي ما تكون خط صاعد هو كان بيحترمه، والحمد لله هو ما بيكسرهوش. بس الخط اللي بالعرض الازرق ده يا جماعة، هو ده الخط اللي المفروض ان هو صعد عليه اكثر من مرة، ولكن هبط من بعديه تاني. طبعا الخط ده خط فيصل رهيب جدا. المفروض ان هو لما يتجاوز المفروض هو يمثل دعم قوي جدا، لان هو كان مقاومة واختراقها هنا زي ما احنا شايفين في الجزئية ديت، ان هو كان حصل اختراق، ولكن للأسف هبط تاني ووصل لأرقام يعني للأسف دي ممكن تمثل فوق ال 11 وال 12%. وبعد كده رجع صعد تاني، وكان تجاوز في مرحلة الهبوط اللي احنا مرينا بيها من قيمة 4 أيام. السهم كان وصل ل 641 قرش، وبعد كده نزل تاني ل 60 قرش، وبعد كده صعد تاني. هو بيتأرجح، يعني هو يعني حتى هو هنا ادى إشارة مش طيبة خالص، إن متوسطات ال20 يوم نزل أسفل متوسط ال50 يوم. لكن هو هنا هو بيبدأ إن هو يلف ويبدأ إن هو يصعد من تاني. يعني أنا شايف إن هو
ما يتاخدش الا بعد ما يتجاوز 62 قرش، يعني هو يطلع ويستقر اعلاها نبدأ نشتري. اول ما يفكر ان هو ينزل تحت 62 قرش بيع، ما تستناش حتى لو هتخسر 3 4%، بيع ما تستناش. لان هو لو افترضنا ان هو انت تحملت الخسارة ونزلت، للأسف ممكن هينزل لغاية 57 و58. انا كنت بصراحة ناوي اشتريه اول ما يوصل ال55 قرش، بس للأسف ما جابش ال55 قرش في النزول اللي فات. يعني هو احترم الخط الترند دوت او القناة السعرية الصاعدة اللي هو بيمشي فيها. دي حاجة برضو مش وحشة، دي حاجة إيجابية. ولكن التعامل يظل بحذر مع السهم ده، لأنه سهم للأسف يعني بصوا زي ما احنا شايفين كده. يعني شوفوا هو احنا بنتكلم في سعر فين، وهو نازل من فين؟ نازل من 2 جنيه يعني يا جماعة. يعني حرفيا من 2 جنيه لنص جنيه، ده هبوط عنيف جدا. فناخد بالنا في التعامل مع الأسهم ديت، الدخول بكميات بسيطة، بلاش تهور. هو بالظبط عامل زي سهم سيتي لاب، الناس كانت بتعاني وبتشتكي منه كتير جدا. وبالتوفيق للجميع إن شاء الله، ربنا معاكم.